قبل ما نبدأ حكايتنا النهارده حابب اقول لك ما تفوتش الجزء الاول من القصة دي علشان في احداث اسطورية مستنياك هناك. ويلا بينا بسرعة نكمل حكايتنا وحكاية يوجي البطل. بيقول القائد ويتكا ليوجي في الوقت ده حاول ما تتعبش نفسك وما تجهدش نفسك في جمع الحطب، لان باين عليك لسه مغامر مبتدئ ومش هتقدر تجمع كمية كبيرة، فخلي العمل الشاق لباقي المغامرين. بس في الوقت ده ويتكا بيتصدم لما بيلاقي يوجي استخدم تعويذة سحرية وطلع الفاس السحري بتاعه، وبضربة واحدة من الفاس ده قدر يوقع اكبر كمية شجر قدام كل المغامرين دول. صف كامل من الشجر بيطير بضربة واحدة من يوجي، وده اللي بيخلي القائد ويتكا وكل المغامرين اللي موجودين في المكان ده بيكونوا مصدومين، لانهم ما كانوش يتوقعوا ابدا من شكل يوجي انه يوحي ابدا انه قادر انه يستخدم القوة المرعبة دي. ويوجي بيكون بيقطع الحطب بسرعة مرعبة جدا قدامهم، وبيسأل ويتكا وهو بيعمل كده عن حجم ونسبة الخشب اللي محتاجينها بالظبط، فبيقول له ويتكا قطعها على حسب القطعة، اما تكون كبيرة او صغيرة. وفعلا بيصدمهم هنا يوجي وبيقطعهم بشكل مناسب ودقيق جدا، ودي ما بتكونش المفاجأة النهائية ليهم من يوجي. بيتصدموا اكتر لما يشوف السلايم بتاع يوجي وهو عمال يمتص الرطوبة علشان يجفف الحطب ده بسرعة كبيرة جدا علشان يقدروا يستخدموه في نفس ذات اللحظة. وبيرجع هنا ويتكا لنقابة المغامرين، وبتكون مصدومة ومنبهرة جدا من الشغل اللي عمله النهاردة مع المغامرين. ويتكا بيقول لها ده ما كانش الشغل بتاعي، ده بفضل شخص انضم لينا جديد النهاردة بيكون اسمه يوجي، وبيقول لها هو اللي عمل كل ده. وهنا يوجي بيكون قدر يجمع كمية حطب مهولة جدا هتكفي القرية لمدة 3 ايام كاملين، يعني هتكفي احتياجها وزيادة. بتستغرب الموظفة هنا وهي عمالة تشوف السلايم بتاع يوجي عمال يطلع الخشب من جواه وعمال يرص فيه. بتقول لي يوجي هنا انا سمعت عن اسطورة عن وحش ضخم كان بيستخدم وحوش صغيرة علشان يقدر ينقل بيها اي حاجة، زيك بالظبط يا يوجي انت والسلايم بتاعك. وفي الوقت ده بيجي في بال يوجي العجوز ستايل والاساطير اللي كانت موجودة معاه في الكتاب، وبيقول اكيد ستايل عارف عن الاسطورة دي حاجة. الموظفة هنا بتسأل ويتكا وبتقول له انت جمعت حطب قد ايه، وهل الحطب ده هيقدر يكفي المدينة لمدة نص يوم واحد ولا لا؟ فبيصدمهم يوجي هنا ويقول لهم انا جمعت اللي يكفي المدينة كلها بالكامل لمدة 3 ايام بلياليهم. فبيتصدموا هنا من كلام يوجي وبيكونوا في صدمة مهولة جدا، وبيطلب منهم يوجي كمان انه يكمل الشغل بتاعه ويجمع حطب اكتر واكتر. وبالفعل يوجي بيقدر يجمع كمية مهولة جدا من الحطب للمدينة علشان ينقذها، وفي الوقت ده كمان بياخد مكافئته اللي هي بتكون ذهب كتير جدا علشان مساعدته للمدينة دي. واخيرا بيروح ينام هو والسلايم والذئب بتاعه بعد تعب يوم كامل كان شق جدا بيجمع فيه الخشب بدون راحة. وفي اليوم اللي بعده يوجي بيروح للشيف على طول على المطعم علشان الشيف يقدم له الوجبة الجديدة اللي هو بيقول عليها انها افضل الاطعمة بتاعته. وكمان الشيف بيقدم للسلايم والذئب شرايح من اللحمة والخضار، فبيتحمس الذئب والسلايم للاكل جدا. والشيف بيقول لهم انا سمعت يا يوجي انك قدمت خدمة كبيرة جدا للمدينة وقدرت تجمع لهم خشب يكفيهم فترة طويلة. وبيبدأ يوجي هنا يدوق طعم اكلة الشيف اللي هي تعتبر ألذ وجبة، وبيوصل لنشوة مرعبة جدا من اللذة يا جماعة. بيدوق اكل كأنه ما دقش زيه في حياته كلها ولا حتى هيدوق، بيتصدم. بيعتبر يوجي ان الوجبة دي هي افخم واحلى وجبة اكلها في حياته. بيشكرهم يوجي على الوجبة دي جدا وبيطلب منهم طبق تاني لانه خلاص عايز ياكل تاني وتاني وتاني. بس بنتصدم ان الشيف بيكلمه ويقول له ما تتسرعش على الاكل لان دي برضو مش افضل وجبة انا بعملها. هنا كانت صدمة جدا. الشيف بيقول له عشان اعمل افضل وجبة عندي محتاج حقل اعشاب معين، والحقل ده كنت باخد منه الاعشاب دي علشان اقدر اطلع افضل اكلة، بس دلوقتي الحقل ده اتملى وحوش وما بقدرش اخد منه اي حاجة. فبيقوم يوجي من مكانه في المهمة بتاعته علشان يقتل الوحوش اللي موجودة في الحقل علشان ياكل افضل وجبة اكيد. يوجي اول ما بيوصل لحقل الاعشاب بيقسم السلايم لفرقتين علشان يواجهوا الوحوش دي، واول ما يقابلوهم يقتلوهم. وبيقابلوا السلايم فعلا اول وحش في طريقهم، وبيتواصلوا مع يوجي وبيقولوا له ابعت لنا تعويذة قوية علشان نقدر نواجه الوحش ده. فبيفعل يوجي على طول تعويذة كرة النار وبيضرب الوحش بيها عن طريق السلايم، وفعلا الوحش بيموت. وبيستمر السلايم في الوقت ده في البحث عن الوحوش في الغابة وقتلهم وتدميرهم، وفعلا بيقدروا يقتلوهم كلهم. والسلايم بيكلم يوجي ويقول له احنا قتلنا حوالي 50 وحش وغالبا كده مفيش وحوش تاني، بس بيقول له في حاجة غريبة قابلناها في الغابة دي. وبيقول له بص، وفعلا يوجي بيروح علشان يشوف الحاجة الغريبة دي وبيلاقيها كرة سحرية لونها ازرق. وبيرجع يجيب البنت اللي اسمها ديريارد علشان تعرفوا ايه الحاجه دي اللي هي صنعت له المعززات بتاع القوه بتاعته. ديريارد بتقول له شكل الكره دي ليها علاقه بدم التنين، وبتقول له دي شبه الاحجار السحريه الملعونه اللي بتمتص السحر والمانع من اي حاجه بتقابلها. وبتصدمه كمان وتقول له انه ده غالبا السبب في موجه البرد الشديده اللي حلت على المدينه دي، وده طبعا لان الكره دي بتمتص السحر والطاقه من المكان اللي بتكون موجوده فيه. وبتقول له لو الطاقه طبعا قلت من مكان فلازم يحل عليها الجليد والبرد. وبتقول له طبعا الموضوع بالعكس، لو المكان كان فيه
كميه سحر كبيره ومانا كبيره المكان بيكون دافي وسخن. فيوجي بيسالها بيقول لها طيب دي ايه اللي جابها هنا؟ هي ظهرت هنا لوحدها ولا في شخص هو اللي جابها هنا؟ فبتقول له ديريارد اكيد في شخص هو اللي كان السبب في انها تيجي للمكان ده وهي اللي تسبب الكارثه دي للمدينه. فبيفعل يوجي تعويذه علشان يطهر الكره دي من اللعنه اللي فيها، وبيقدر فعلا يبطل القوه اللي جواها واللعنه بتاعتها، وبيطلب من كل السلايم بتاعته انهم يدوروا على كرات حول المدينه دي شبه الكره دي، وبيتصدم لما يعرف ان في 108 كره من الكور دي موجوده في الغابه اللي حواليهم هي اللي مسببه الكارثه دي فعلا. فبيلاحظ يوجي انها مرصوصه بشكل معين بيأكد ان مركز الكور دي هيكون في مكان نقدر نوقف فيه اللعنه دي. بس المشكله اول ما يوجي بيوصل للمكان بيلاقي ان المركز ده ما فيهوش اي حاجه تبطل التعويذه دي. فبيقول يوجي اكيد الشخص اللي حط الكرات دي موجوده هنا في الغابه عامل عمليه تمويه وتضليل عشان يخلينا ما نقدرش نلاقيهم بسهوله، وده لان التلج اللي كان موجود فوق الاشجار ده موضوع كانه فعلا موضوع بشكل مقصود او بفعل فاعل، وكمان عشان اماكن الشجر محطوطه بشكل مضلل. وبيقول فعلا كأن الغابه دي معموله بشكل مضلل ومناسب عشان تكون فيها حاجه خطيره، فبيقرر فعلا انه يدمر الغابه دي كلها علشان يكشف كل حاجه فيها، وبيستخدم هنا تعويذه النار بتاعته علشان يدمرها. وبيقول في مؤامره كبيره في الغابه دي، وهنا يا جماعه بيضرب ضربه بتكون مرعبه جدا بيدمر الغابه دي كلها وبيعمل عمق كبير جدا تحت الارض، وده طبعا كان هدفه علشان يكتشف لو في فعلا حاجه سريه او لا، وبيكتشف الصدمه ان في مخبأ سري تحت الارض بمستوى كبير. فبيقول يوجي انا عايز انزل تحت الارض دلوقتي علشان نكتشف ايه اللي بيحصل في المدينه دي. فبيقول السلايم ليوجي انت متحمس جدا كده ليه يا يوجي؟ فبيقول لهم انا عايز انقذ المدينه دي لسبب واحد، وده لان الاكل بتاعهم جميل جدا وما دقتش زيه قبل كده، كما انت عظيم يا يوجي. فبينزلوا فعلا في المخبأ وبيطلب يوجي من السلايم انهم يبحثوا عن اي حاجه مهمه في المكان ده، وبيحاولوا يدوروا على اي حاجه تفك اللعنه من القريه دي. وبيقول يوجي للبنت اللي معاه انها ترجع في الغابه وهو يكمل بحث في المكان اللي فيه علشان يكتشف اي شيء مهم. وهنا بيبدا يوجي يستكشف المكان ده وبيشوف تحت معدات متطوره جدا ومعدات طاقه غريبه، وبيكتشف ان في طاقه تحت الارض والمولدات دي بتاخد الطاقه من الاحجار اللي عليها علشان تنشر اللعنه في المدينه كلها، والشخص اللي عمل كده شخص حقير. وهنا يوجي بيوقف الاجهزه دي، وفجاه 2 من العمال اللي بيكونوا موجودين في المكان بيطلعوا يجروا وبيلاقوا فعلا ان الاحجار وقفت، وبيكونوا مصدومين لانها وقفت بشكل مفاجئ. بيتوقعوا طبعا انها وقفت بسبب الضربه اللي تعرض لها المكان اللي هي الضربه بتاعه يوجي، وبيقولوا ده في نيزك وقع علينا من السماء. بيقولوا البعض انهم لازم ينقلوا الاخبار دي ولازم يبلغوا السيد بتاعهم في اسرع وقت، وده بيكون شخص اسمه خفير. فبيفهم هنا يوجي ان خفير ده هو المشرف على الاحجار السحريه دي في المكان ده. فبيطلب يوجي من السلايم انهم يتعقبوا الاتنين دول وهو هيراقبهم ويتابع معاهم من فوق. فبيطلع يوجي فعلا وبيكون في تواصل دائم بين يوجي والسلايم زي ما بيشوفهم صوت وصوره عن طريق الشاشه بتاعته. فالسلايم بيوصلوا المكان بيكون الشخصين دول دخلوا من المكان ده وقفلوا الباب عليه، والسلايم بينجح فعلا انه يدخل وراهم، وده حتى بعد ما قفلوا الباب لما بيصغروا جسمهم وبينكمشوا وبيعدوا منه. ولكن بعد ما بيعدي السلايم بيتفاجئوا ان في بوابه كبيره وفي مقبض على ايديهم الشمال بيكون مقفول، وكمان بيكون في مقبض على ايديهم اليمين. يوجي بيتواصل معاهم وبيقول لهم ان الاثنين يقفوا في وقت واحد ويفتحوا المقبضين في وقت واحد برضه، وفعلا خطه يوجي بتنفع والبوابه بتتفتح بعد ما بيفتحوا المقبضين في نفس الوقت. الزبي بيقول ليوجي اننا دلوقتي في نفس المستوى مع السلايم في نفس الخريطه، على حسب الخريطه يعني هم تحت واحنا فوق، بس السلايم بيواجهوا مشكله كمان ان في طريق مسدود قدامهم وفي سلم بيطلعهم لفوق، وفعلا بيصعدوا على السلم. وفي خلال ده يوجي بيلاقي نفسه انه وصل لنهايه المكان ووصل للحافه فعلا، والطريق قدامه بيكون خلصان وما قداموش غير تل وفراغ كبير. وفي اللحظه دي السلايم بيخرج من المكان اللي طلع ليه وبينصدم ان فعلا وصلوا للقريه اللي عدى عليها يوجي، والسكان كانوا بيتفرجوا عليه وعزموه على الاكل، اللي هي القريه اللي كانت غامضه جدا. وهنا يوجي برضه بيكون شاف نفس القريه، وبيتاكد هنا يوجي فعلا ان القريه دي مش طبيعيه وفيها مؤامره خطيره جدا. وبيختفي السلايم وبيروحوا يشوفوا الشخصين اللي المفروض رايحين ينقلوا الكلام لخفير، وبيبداوا يراقبوهم، ويوجي برضه بيكون بيتنصت عليهم. بنلاقي الشخصين بيقولوا لخفير ان الاجهزه عطلت بسبب نيزك كبير جدا ضرب المعمل، ويوجي بيكون بيشوفهم هنا وبيعرف ان الجماعه دول تبع مجموعه غامضه جدا وشريره جدا بيكون اسمها القمر الازرق. والمجموعة الخطيرة دي بيكون عندهم تصور انهم لازم يقتلوا العالم كله او الناس كلها في العالم علشان يطهروا العالم. وهنا بيعرف يوجي ان الاشخاص دولت والمجموعة الشريرة دي اخذت القرية دي كملجأ ليهم وكمركز للعمليات، وهم طبعا اللي بيكونوا صنعوا الالات السحرية المتطورة اللي كانت في النفق اللي تحت الارض علشان طبعا يستخدموا قوة الاحجار السحرية ويدمروا مدينة ريكاردو. فلما بيعرف خفير هنا المشكلة بيجمع كل العصابة اللي معاه وبيقول لهم ان في نيزك كبير جدا ضرب المقر بتاعهم، وبيأمر كل
الافراد انهم ينتشروا في الغابه ويجمعوا الخامات السحريه بتاعتهم اللي هي بيكون عددها 108، لانها املهم الوحيد في اعاده تفعيل الاحجار السحريه ويرجعوا يكملوا الشغل في النفق مره تانية واللعنه تستمر. وده طبعا لانهم هيستعملوها كاحجار بديله للاحجار السحريه علشان يكملوا نشر اللعنه دي. وطبعا اللعنه دي هتنتشر لباقي المدن مش مدينه ريكاردو بس. وهنا العصابه بيسالوه بيقولوا له طيب لو حد شافنا في الغابه هنتصرف ازاي وهنعمل معاه ايه؟ بيقولوا له كده الخطه بتاعتنا ممكن تتكشف. فبيقول لهم اي حد هيقابلكم في الغابه اقتلوه وخلصوا عليه. فلما بيسمع يوجي هنا كلام خفير بيأمر السلايم بتاعه والذئب انهم ينتشروا في الغابه ويقبضوا على اي حد يقابلوه من العصابه دي. وكمان بيطلب من باقي السلايم انهم يراقبوا جماعه القمر الازرق دي اللي هم طبعا بيكونوا لسه في القريه غير اللي راحوا للغابه علشان طبعا يكتشف باقي خططهم. فبيشوف السلايم ان مش متوفر او مش باقي غير 5 بس من العصابه بتكون موجوده في القريه، ودولت بيكونوا بيخططوا انهم هياخدوا الخامات السحريه ويسيبوا قريه ريكاردو ويروحوا المكان تاني. وكمان كان لسه في سلايم تحت الارض وبيدخلوا مكتبه تحت الارض وبيكون فيها كتب كتيره غريبه جدا. بيطلب منهم يوجي على طول انهم يجمعوا كل الكتب والوثائق اللي موجوده في المكتبه دي. اما في الغابه في الناحيه التانيه السلايم بيكونوا بيقابلوا كل افراد عصابه القمر الازرق وبيقبضوا عليهم. بس اول ما بيقبضوا عليهم بيعملوا حاجه غريبه جدا، وهو انهم بينتحروا بالسم اللي بيكون موجود ما بين اسنانهم علشان ما يدوش لاي حد اي معلومه. بس يوجي بيقول لهم كملوا اقبضوا عليهم كلهم علشان ينقذ كل الابرياء منهم. وفي الوقت ده بيواجه السلايم اللي تحت الارض مشكله، لان بيكون في بوابه ما بيقدروش يعدوا منها ابدا ومش عارفين حتى يعدوا من الفراغات حتى لو انكمشوا. فبيفكر يوجي وبيقول ان البوابه دي غريبه واكيد فتحها في سر وهيكون ليه علاقه بالشموع اللي متوصله بيها. فبيقول لهم اتجمعوا ال5 شموع دي واطفوها مره واحده. وفعلا اول ما بيعملوا كده البوابه بتتفتح على طول، وبيتصدموا لما يشوفوا كنز كبير جدا من الذهب والمجوهرات والالماظ اللي بتكون عصابه القمر الازرق دي مجمعاها في المكان السري ده. بس في اللحظه دي بيقول السلايم ليوجي ان في حد هيدخل عليهم دلوقتي. واول ما بيدخل الشخص ده بيلاقي ان البوابه مفتوحه، بس اول ما بيدخل ما بيلاقيش اي حاجه ولا نقطه ذهب اصبحت في المكان اصلا، كله اختفى. وبكده ثروه القمر الازرق كلها اتسرقت. وبعدها بيبلغ زعيمهم هنا بسرعه بالموضوع ده وباللي شافه في المكان. وهنا بيتاكد خفير ان فعلا في شخص هو اللي بيعمل كده، وانه سبب توقف الاحجار مش نيزك ولا حاجه، بل هو شخص فعلا دمر المكان ده. وكمان بيتضايق وبيتصدم لما يعرف ان كل ثروتهم اتسرقت وكل الوثائق السريه والكتب بتاعتهم اتسرقت برضه. فبتسال العصابه خفير وبتقول له طيب لو هو قوي بالقوه دي ليه ما قتلناش لحد دلوقتي؟ فبيقول لهم خفير اكيد الشخص ده عارف سلاحنا الاقوى لهيب التطوير اللي هيتم تفعيله في حاله واحده بس، وهي لما كل سكان القريه دي يموتوا، علشان كده هو رفض يقتلنا لحد دلوقتي. فيوجي اصلا بيكون مصدوم من كلامهم وما بيكونش فاهم هما بيتكلموا على ايه. بيقول لهم خفير خلاص احنا ما عندناش غير فرصه واحده وسلاح وحيد ضد العدو ده، والصدمه ان كلهم بيطلعوا اسلحتهم وبينتحروا قدامه. وبكده قنبله لهيب التطهير اللي بتكون تحت الارض بتتفعل، وده الشرط الوحيد انه يفعل تقنيه او قدره وتعويذه سحريه هتدمر القريه كلها. وده لان القريه اللي هم عايشين فيها اللي هي القريه المهجوره كلها ما بقاش فيها اي سكان. ويوجي هنا بسرعه بيؤمر كل السلايم بتاعته انهم يتراجعوا وبيستخدم تعويذه سحريه علشان تنطرهم وتخرجهم بسرعه من القريه دي قبل ما تتدمر كلها. وكمان بيفعل تعويذه مضاده للسحر مع تعويذه للدرع واكتر من درع فوق بعضيها علشان يحمي المكان ده ويخلي الانفجار يكون متحوط بالتعويذ دي كلها علشان ما يقتلش اي حد ويدمر اي حد. وفجاه بنلاقي ان الارض بتنشق نصين وبيطلع منها شعاع ودخان اخضر بيكون شكله مخيف جدا، وده بيكون لهيب التطهير. يوجي ما بيكونش عارف مدى قوته ايه، بس هو عامل حسابه ان هو هيقمعه، بس بيكتشف ان دفاعه بيكون ضعيف جدا قدام لهيب التطهير ده. لهيب التطهير بيكسر كل حواجز يوجي وبيطلع منها. يوجي مش قادر يقاوم والدرع بتاعه عمال يتكسر حته حته. بيترعب كل السلايم ويوجي من المنظر، وخلاص اللهيب قرب يطلع وهينفجر في كل المكان وهيطهر الارض كلها. ويوجي هنا بتخطر في باله فكره تعويذه اسطوريه جدا علشان يقدر يوقف اللهيب المرعب ده، وهو انه يستخدم قوه الجليد وقوه تحويل النار في نفس الوقت. فبيشكل مصفوفه ومربع كامل من التعويذ علشان يقدر يحاصر المكان ده كامل ويقدر يحول لهيب التطهير المرعب. وخلال الوقت ده كانت المعنى بتاعته قوته السحريه عماله تنهار باعداد مهوله جدا ومرعبه جدا، وده طبعا لانه عمال يستنزف في قوته كلها لمقاومه اللهيب المخيف. وبيستمر يوجي في مقاومه اللهيب ده وقوته عماله تضعف اكتر واكتر، وبيقدر اخيرا انه يحتوي لهيب التطهير اللي كان هيدمر الارض.
ونجح فعلا في حماية مدينة ريكاردو واللي حواليها من الدمار وانقاذ نفسه وانقاذ العالم. بس بيستغرب يوجي ازاي فضل صامت كل الوقت ده ضد اللهيب مع ان المانا بتاعته بقت سالب رقم مخيف. وهنا بيطلع الذئب بتاعه من تحت الارض بعد ما كان مستخبي وخايف من اللهب، فيوجي بيقول له على فكرة انت كده هتتحرم ومش هتاكل من اكل الشيف النهارده، واحنا مستغربين طاقة يوجي بتروح فين. واخيرا بيرجع يوجي وسكان المدينة بيستقبلوه استقبال جدا جدا كبير وبيطمنوا عليه وبيسألوه انت كنت فين كل اليوم ده؟ الموضوع كان خطير جدا، معقول انت كنت عمال تقتل في وحوش في حقل اعشاب بس؟ فطبعا ما بيقول لهمش ان هو اللي عمل ده كله. السكان بيقولوا له احنا متوقعين ان الانفجارات دي كانت بسبب ان في نيازك فعلا جت على الارض. وفي الوقت ده التلج بيبدا يدوب فعلا من القريه، وبيقولوا له غالبا كده النيازك هي السبب في ذوبان الجليد بسبب الحراره بتاعتها والانفجارات بتاعتها. في الصبح المدينه كلها بترجع زي ما كانت، بترجع مدينه سعيده وجميله جدا، ويوجي بيكون فرحان ومبسوط جدا في المكان ومبسوط براحه المكان ده. وبيعزموا 2 من السكان على حفله رجوع المدينه زي ما كانت، وبيحضر يوجي للحفله كضيف شرف، وده بسبب مساعدته الكبيره اللي قدمها للمدينه لما كانت في خطر الجليد. بتقول مساعده الشيف ليوجي في الوقت ده انها قدرت هي والشيف انهم يجمعوا الاعشاب اللي محتاجينها علشان الشيف يقدر يصنع افضل طبق صنعه في حياته، وده طبعا اللي هيخلي يوجي في سعاده كبيره جدا. الشيف فعلا بيقدر يحضر افضل اكله هو بيعملها، وبيقول ليوجي اخيرا هتقدر تدوق الاكله بتاعتي اللي هي افضل اكله. ويوجي فعلا بيدوق اول معلقه من الطبق اللذيذ ده وبيحس انه انتقل لمكان وعالم مختلف تماما، حس بشعور اول مره يحس بيه في حياته. بيقول لي الشيف دي فعلا وحقيقه افضل اكله وافضل طعم انا دقته في حياتي. ومن الحلاوه يوجي بيغمى عليه وبيكون مبتسم وسعيد وبيستغرب كل اللي موجودين في المكان، حرفيا شكل يوجي كان في قمه اللذه. بعدها يوجي بينام ويصحى وبيبدا يفكر في الوثائق اللي هو سرقها من جماعه القمر الازرق، وبيقول انا لازم اعرف محتويات الكتب بتاعتهم والوثائق بتاعتهم، ممكن يكتشف فيها خطر اكبر من الخطر بتاع العصابه بتاعتهم. فبيطلب من السلايم اللي معاه انهم يطلعوا كل الكتب والوثائق اللي جمعوها، وبيتصدم انه اول ما بيفتح الوثائق دي بيلاقي الحبر بيختفي بمجرد انه يحط عينيه في الوثيقه. فهم يوجي هنا ان الوثائق دي معمول عليها سحر بتمنع ان اي حد غريب يطلع عليها، ولكن بيتصدم لما بيلاقي ان في وثيقه واحده بس منهم حبرها مش بيختفي لما بيبص عليها، والوثيقه دي بيكون موجود فيها اسم الشخصيات اللي مطلوب انه يتم قتلها عن طريق العصابه دي. وفي الناحيه الثانيه بنشوف 2 من افراد العصابه دي بيكونوا على قيد الحياه وبيكونوا موجودين في حصن وبيكونوا قتلوا كميه ناس رهيبه فيه، والاتنين دولت بيبان عليهم انهم خطيرين جدا. وبنرجع تاني للوثيقه اللي مكتوب فيها الناس اللي لازم يتم قتلهم، وبننصدم ويوجي نفسه بينصدم لانه بيلاقي اسمه في نهايه الوثيقه. وفي الوقت ده كان بيراقب يوجي 2 من عصابه القمر الازرق، وكانوا بيتكلموا مع بعض اذا كانوا هيروحوا علشان يقتلوه ولا لا. وبنعرف طبعا ان هو من الافراد اللي لازم يتم قتلهم في العصابه دي، يعني العصابه اكبر مما نتوقع. والاتنين اللي من افراد العصابه كانوا بيحللوا اذا كانوا يستاهلوا انهم يقتلوا يوجي ولا لا على حسب درجه تهديده للعصابه دي، ما يعرفوش طبعا ان هو اكبر تهديد. يوجي هنا بيكون ساب مدينه ريكاردو وطلع منها، وبيكون معاه السلايم والذئب بيكون زعلان جدا لانه ساب المدينه دي بسبب اكلها الجميل. وفي الوقت ده يوجي بيرجع بفلاش باك في ذكرياته، بيكون في الوقت ده بيسلم اوراقه لسكرتيره النقابه بتاعه نقابه المغامرين، بيقول لها برضو انه هيمشي، وزي كل مره بيسالها عن مكان مناسب يتجه ليه في المره الجايه. بتقول له السكرتيره انت ممكن تروح على مدينه تدعى بمدينه بوجينيا واللي هي مشهوره جدا بصناعه دروع سحريه مضاده للوحوش، وده بيكون انسب مكان لمروضين الوحوش اللي زيك. وبتقول له دي فيها كمان ورشه الحداد جايجل اللي بيكون افضل حداد بيصنع الدروع دي، بتقول له هيفيدك جدا وهيديك دروع هتقدر تحمي نفسك بيها انت والسلايم اللي معاك. وبتدي له السكرتيره عنوان المدينه دي وبتوصف له مكان الحداد ده بالظبط في المدينه. وبنرجع هنا ليوجي اللي بيكون رايح ومتجه على المدينه دي، وبيكون مكلم السلايم بتاعه والذئب وبيقول لهم اتمنى زيكم ان الاكل يطلع حلو في المدينه دي. واخيرا في الوقت ده الاتنين اللي من عصابه بيكونوا بيلاقوا يوجي خلاص وقرروا انهم هيقتلوه، فبيحذر على طول السلايم بتاعه يوجي وبيقول له في 2 بيراقبوك. بيقول له يوجي انا عارف ان في 2 بيراقبوني فعلا، وبيقرر يستناهم تحت شجره. فالاتنين دولت بيكونوا مستخبيين وبيقولوا لبعض يلا بينا نستغل الفرصه دي ونهجم عليه ونقتله بما انه مرتاح دلوقتي تحت الشجره دي ونايم، فنخلص عليه دلوقتي. البنت المختله اللي معاه بتقول له نقابات الفرسان اللي حوالينا بدات تلاحظ كميه الاعداد اللي احنا عمالين نقتلها من الفرسان والمغامرين، فمش عايزينهم ياخدوا بالهم مننا، فما ينفعش نقتل اي حد وخلاص، لازم نحدد الاشخاص اللي احنا هنحتاجهم او اللي احنا هنشوفهم كمصدر تهديد لينا. فبيقرروا انهم يفضلوا يراقبوا يوجي طول اليوم ده علشان يتاكدوا هل هو مجرد مروض وحوش عادي ام انه اقوى مما يبدو عليه. وفي خلال الوقت ده كان السلايم عمال ينقل ليوجي الكلام اللي داير ما بينهم. بيقول يوجي هنا كويس ان احنا سيبنا مدينه ريكاردو لان دولت باين عليهم تبع العصابه اللي هي بتاعه القمر الازرق.
بيكشف يوجي عن معلوماتهم هنا القتاليه وبيعرف انهم محترفين في استخدام السيوف زي النينجا. بيقول له السلايم احنا ممكن دلوقتي نقتلهم ونتخلص منهم، وبيكونوا فعلا فريسه سهله جدا ليوجي. بيقول له يوجي لا ما تتسرعش، لاننا لو قتلناهم هنكون احنا افضل واكبر هدف للعصابه دي، لكن هو في الوقت الحالي مجرد مرشح عادي، مرشح انه يتم اغتياله او لا، فمش لازم يجذب الانظار ليه. فبيحاول يوجي انه يستخدم طريقه يحسس فيها الاتنين دولت انه مش مصدر تهديد، علشان يطلع اسمه من قائمه المغتالين، وبعد كده يقدر يخطط مع نفسه ازاي يقدر يقضي على العصابه دي كلها. وبيوصل يوجي فعلا لوجهته مدينه بوجينيا، وبيروح على طول عند ورشه الحداد المحترف، ولما بيشوفوه هناك بيدركوا بيقولوا انه غالبا مش مجرد مروض وحوش عادي، ده غالبا قوي ومحترف، بما ان ده المكان الاول اللي يروحوا في المدينه دي. بس بيلاحظوا ان يوجي ما بيكونش معاه اي فلوس وما بيقدرش يشتري اي درع من الدروع دي، وده طبعا تمثيليه من يوجي علشان يطلع نفسه من قائمه الاغتيال. فبيطردوا عامل الورشه، وكمان بيشوفوه هو عمال يمثل الضعف قدام الناس لما بيخبط في عامل وبيقع على الارض، فالعامل بيمسكه ويرفعه ويقع يوجي، وبيلاحظوا انه شخصيته ضعيفه جدا وكانه حرفيا ما عندوش ذره قوه. وبعدها بيشوفوا كمان وهو رايح يشتري اكل لنفسه للسلايم، بس ما بيكونش معاه اي فلوس كفايه علشان يقدر يشتري، وبيتم طرده برضه. بيستغرب وبيتصدم هنا الاتنين اللي من العصابه اللي بتحاول تقتله، وبيقولوا ازاي مروض وحوش ومعهوش فلوس ولا معاه اي حاجه وضعيف وهزيل جدا، وكمان الحاجات بتاعته كلها بتتسرق منه. فبيقعدوا مع بعض كده وبيقولوا معقوله دي اقصى حاجه بيقدر مروض وحوش عادي انه يعملها؟ ازاي مش قادر يتحكم في الوحوش اللي معاه، وازاي مش قادر يحافظ على نفسه وضعيف بالشكل ده؟ بيتصنت طبعا هنا السلايم بتاع يوجي عليهم، وبيفهم يوجي منهم برضه انهم لسه مش مقتنعين انه مجرد يعني شخص عادي، ولسه معتبرينه خطر على العصابه بتاعتهم. فبيروح يوجي لنقابه مدينه بوجينيا علشان يقدم على مهمه لقتل التيران. فبيقول الاتنين دولت لبعض ان المهمه دي هتكون سهله مش صعبه، بس على الاقل هتوريهم اذا كان يوجي يستحق انهم يقتلوه ولا لا، وهيقدروا ياخدوا قرار نهائي بعد ما يشوفوا يوجي وهو في معركه فعليه. فبيروح يوجي علشان يقاتل التيران دي، وبتستخبى العصابه وهم بيراقبوه. فبيقول للسلايم والذئب انهم يخليهم بره الموضوع ده علشان مش عايزين يبينوا قوتهم الحقيقيه قدامهم علشان يخدعوهم، وبيقول لهم عايزين نوصل لهم ان احنا قوتنا تعتبر عاديه او ضعيفه، واننا ما نعتبرش مصدر تهديد ابدا بالنسبه لهم. وبيقول للذئب يقاتل هو التيران دي، ودي فعلا المفروض بتكون طريقه قتال مروض الوحوش، بيستخدم الوحوش اللي بيروضها مكانه. واول ما الذئب بيتقدم عند التيران دي بيترعب الذئب ويخاف منهم جدا، بس الذئب بيتصدم هنا من نفسه لانه قدر فعلا يهزم تور من التيران دي بدون ما يتحرك ابدا. وبيفتكر يوجي هنا المره اللي قابل فيها الذئب ده لاول مره، وازاي الذئب ده كان عايز يهجم عليه هو والسلايم، بس يوجي قدر يكتفه بتعويذه سحريه، وكمان فعل تعويذه تانية تخليه يقدر يتخاطر مع الحيوان ده ويتكلم معاه ويتواصل بسهوله. وبنلاقي ان الذئب بدا يعيط ويعتذر من يوجي ويقول له ما تقتلنيش. فيوجي هنا اول ما بيتكلم معاه بيطلب منه انه ينضم للفريق بتاعه مع السلايم، وفعلا الذئب ده بيوافق. يوجي هنا بيكون مصدوم من قوه الذئب بتاعه لانه اول مره يشوف قوته القتاليه فعلا، والذئب كمان قدر ان هو يهزم كل الوحوش اللي كانت موجوده هنا بمفرده. والعصابه طبعا اللي كانت بتراقب رين اتصدمت من رين جدا والذئب اللي معاه، وبداوا يقولوا ده هو مروض وحوش محترف. فطبعا يوجي بيتضايق جدا لانه ما كانش عايز الموضوع ده يحصل ابدا، كان عايز يبين انه ضعيف. فعلى طول استعمل تعويذه سحريه عشان يخلي التيران دي اقوى من المره اللي فاتت، وعلشان برضه تقدر تهزم الذئب بتاعه علشان يبان انه ضعيف جدا. والتيران دي بتهاجم الذئب فعلا بكل قوتهم، بس المفاجاه ان الذئب بيقدر يهزمهم مره تاني، وبكده الخطه بتاعتهم عماله تفشل. بس يوجي بيكمل وبيدي للتيران دي قوه وبيستعمل تعويذه عشان ترجع لهم قوتهم كلها، والذئب بتاعه بيكون تعبان جدا في الوقت ده لان قوته خلصت. بس ساعتها بينجح يوجي في انه يقنع فعلا الاتنين دولت ان الذئب بتاعه مجرد ذئب ضعيف، لانه كل ما يهزمهم التيران دي بتقوم، فبيفهموا ان الذئب ده مجرد ذئب عادي ويوجي مجرد مروض وحوش عادي. بس بيتصدم ان الذئب بتاعه بيبقى عايز يقاتل الوحوش دي بقوته تاني وبترجع ليه القوه بتاعته، فساعتها بيستعمل تعويذه ترفع قوه التيران دي لمستوى كبير جدا. بس يوجي بيكون هنا رفع قوه التيران جدا، والذئب اللي معاه بيخاف ويطلع يجري، فبيستعمل نفس التعويذه على الذئب علشان يخليه اقوى علشان يقدر ينقذ الذئب بتاعه. بس الذئب هنا بيقول ليوجي ما تستخدمش عليها القوه دي، انا عايز استخدم قوتي العاديه وانا بقاتلهم، وبيقول له رجعني زي ما كنت. والذئب بعدها بيهجم على الوحوش دي بكل قوته وبيبقى عايز يهزمهم فعلا، بس بيهزمهم بصعوبه كبيره جدا. والعصابه هنا بتقول ان الذئب ده ضعيف ويعتبر ذئب عادي بالنسبه ليوجي لانه هزم التيران دي بعد وقت طويل جدا، ويوجي بيفرح لان الخطه بتاعته مشت زي ما خطط بالظبط. بس في الوقت ده بتحصل كارثه، وهو ان في تور قام من ورا يوجي وطلع يجري عليه علشان يهاجمه، ويوجي لا اراديا بيفعل تعويذه ويطلع سيف سحري ويهجم عليه ويقتله بضربه واحده في لحظه لا اراديه تماما. وبتتصدم هنا العصابه من اللي شافوه من يوجي، وبيقولوا ازاي مروض وحوش قدر يستدعي سيف سحري بالسرعه دي، وبيقولوا شكل يوجي مش مجرد مروض وحوش عادي،
وهنا يوجي بيخاف وبيتصدم جدا لخطته تفشل، بس بيحاول يمثل عليهم انه استدعى السيف ده بشكل غير مقصود علشان يحسسهم ان هو مبتدئ، وفعلا تمثيليه يوجي بتمشي عليهم وبيقولوا ده هو اصلا مش عارف بيعمل ايه بالظبط، وبيقتنعوا فعلا انه مجرد مبتدئ. وفي النهايه بياخدوا قرار انهم هيسيبوا يوجي ويمشوا علشان هو ما بيشكلش تهديد على عصابه القمر الازرق، وبيمشوا فعلا. وبيفرح يوجي جدا في الوقت ده لانه اتخلص منهم. بس السلايم بعديها في الليل بيوصل ليوجي ان الاتنين دولت بيتكلموا على خطه اغتيال جديده، وبيبدا يوجي هنا يراقبهم، وبيشوفهم يوجي هنا وهم بيتكلموا مع زعيم عصابه القمر الازرق عن طريق البلوره السحريه بتاعتهم. فريق العصابه بيقول للزعيم بتاعهم ان يوجي مجرد مغامر عادي وضعيف جدا، وانهم راقبوه بس ما لقوش منه اي حاجه. فقال لهم الزعيم مفيش مشكله، بس احنا عندنا مشكله كبيره لان القريه بتاعتنا اتدمرت. بيقول لهم الزعيم ان لهب التطهير اتفعل في القريه بتاعتهم، وان في حد هو اللي كان بيخطط للموضوع ده، وفي حد عامل مؤامره عليهم وبيدمر الخطه بتاعتهم. بيسالوه طيب احنا المفروض نقتل الشخص ده حاليا، بس هو مين؟ بيقول لهم ان احنا مش عارفين الشخص ده حتى الان، بس الشخص ده هو فارس من الدرجه الاولى، يعني قوته لا يستهان فيها ابدا. بعد كده بيودعهم الزعيم وبيقول لهم ركزوا على المهمه بتاعتكم في الوقت الحالي. بس في اثناء الوقت ده يوجي لما كان بيراقبهم، وبيعرف يوجي هنا من كلامهم ان الشخص اللي هيقتلوه في المره الجايه هيكون العجوز ستايل، اللي هو العجوز اللي قبله وعطاله الخنجر في بدايه القصه، واللي خلاه يقدر يقتل بيه التنين الازرق. وفورا في الوقت ده يوجي بيجمدهم كلهم عن طريق تعويذه الجليد بتاعته اللي نقلها للسلايم، وبينهيهم في لحظه. وبيسال يوجي نفسه هنا ليه العصابه دي عايزه تقتل العجوز ستايل، بس بيقول مش مهم دلوقتي، اهم حاجه اني ازحت الخطر ده عنه وقتلت الجنود دي قبل ما يقتلوه. وبعدها بيرجع يوجي تاني للورشه اللي كان هو رايحها اصلا من البدايه، اللي هي ورشه جايجل، اللي هي الحداد اللي بيصنع دروع قويه. والحداد بيقول له مش انت اللي ما كانش معاك فلوس امبارح؟ فقال له يوجي لا انا دلوقتي معايا فلوس. وبيطلب منه يوجي هنا ان هو يصنع له دروع للوحوش بتاعته. فاول ما بيعرف كده الحداد بيقول له بس انا ما اقدرش اصنع اي حاجه للوحوش والسلايم دي، امشي من هنا لان الدروع بتاعتي مش هتنفع للسلايم بتاعك. وفجاه بيظهر هنا الحداد الحقيقي وبيزعق للعامل ويقول له مش انت اللي ترفض الزبون بمزاجك، انا اللي احدد الدروع دي هتنفع ولا لا. بيسال جايجل يوجي ويقول له انت اللي مروض السلايم دول؟ فبيقول له يوجي ايوه. فجايجل بيزعق للعامل ويقول له دول اقوى زباين جم للمكان ده لحد دلوقتي وانت بترفض الزباين دي. فبيعرف يوجي هنا ان جايجل قادر يقدر قوته من اول نظره، بس الحداد هنا بيرد عليه ويقول له للاسف انا حاليا ما عنديش دروع تنفع للسلايم ووحوش قويه زي اللي معاك دي، بس هحاول اصنع لك دروع قريبا جدا. بس جايجل بيقول له بس انا عندي مشكله واحده. فجايجل بيبص على البركان اللي موجود في مدينه بوجينيا واللي هو بيكون جواه حمم كبيره جدا وتنانين، وبيقول له جايجل انا هحتاج بلورات من المكان ده ومن التنانين اللي بتعيش في البركان ده علشان اقدر اصنع لك دروع للسلايم بتاعك والوحوش اللي معاك، وده لان الوحوش اللي معاك تعتبر من اقوى الوحوش، فلازم اصنع لهم دروع قويه، فعلشان كده مهمه الحصول على المواد بتاعتها هتكون صعبه. بس جايجل هنا بيحذر يوجي وبيقول له ان قتال التنانين من النوع الازرق صعبه جدا، ومفيش حد في المدينه دي قدر يواجه تنين منهم ابدا. وبيقول له انا مستعد اصنع لك الدروع اللي انت محتاجها بس بمجرد انك تجيب لي المجوهرات دي من التنانين دي. وبعدها بيروح يوجي على النقابه على طول عشان يقدم على مهمه قتل كل التنانين اللي بتكون موجوده، فاخد كل المهمات اللي في النقابه حرفيا علشان يجمع المجوهرات دي. وبتنصدم السكرتيره من كلام يوجي ومن طلبه، وبتقول له ازاي هتقدر تقضي على كل دولت لوحدك وانت مجرد مروض وحوش. بس يوجي بيقول لها انا هستخدم السحر ضدهم وهقدر اهزمهم بسهوله. بس السكرتيره بتقول له ما ينفعش تستخدم ضدهم السحر لان المجوهرات اللي في اجسامهم بتبقى ضد السحر اصلا، وكمان الهجمات العاديه ضدهم ما بتاثرش فيهم لان جسمهم بيكون سميك جدا وصلب، بس نقطه ضعفهم بتكون الميه، وده شيء صعب جدا انك تاخده من الارض عندنا لحد البركان ده. فبيقول لها يوجي ايه المشكله في ان استخدم سحر الميه واهجم بيه عليهم؟ فبتقول له السكرتيره ان كميه الميه اللي هتحتاج تستخدمها ضدهم هتكون كبيره جدا وهتستهلك المانا بتاعتك كلها وسحرك هينفذ قبل ما تقتلهم. وبتقول له ان مفيش حد يقدر يستخدم كميه السحر دي. فبيقول لها يوجي ما تقلقيش انا اقدر اعمل كده وعندي قوه كفايه. بس هنا بتحاول تعجزه وتقول له بس في مشكله تانية، لانك علشان تروح للبركان لازم تعدي النهر، والنهر ده بيكون فيه سمكه متوحشه اكله للبشر، والسمكه دي بتكون بتعوم على سطح الميه، ولو قفشتك اعتبر نفسك اصبحت وليمه العشاء بالنسبه للسمكه دي. فبيقول لها يوجي انا هاخد المهمه دي كمان مع مهمه التنانين. واول ما بيوصل يوجي هنا للنهر بيلاقي السلايم بتاعه الازرق قاعد يتكلم مع سلايم تاني لونه ازرق، وبيستغرب جدا من اللي بيحصل. فبيحاول يعرف يوجي ايه السلايم الجديد ده اللي اول مره يقابله، وبيعرف انه وحوش عاديه تم ترويضها زي السلايم بالظبط. بيقول السلايم الاحمر ده ليوجي ان البركان اللي هو رايح عليه يعتبر بركان خامل، وبيقرروا يساعدوه في المهمه بتاعته. واخيرا بيوصل يوجي مع السلايم بتاعه والوحوش بتاعته عند النهر ده، وبس المشكله انه ما بيلاقيش السمكه اللي هي المفروض اكله للحوم البشر. بيسال يوجي هنا السلايم بتاعه لو يقدر يعوم علشان يشوف السمكه دي موجوده فين، بس السلايم بيقول له لا ما بعرفش اعوم. فبيستخدم يوجي تعويذه علشان يخلي السلايم بتاعه يتحول على شكل شبكه وتكون موجوده فوق
الميه بدون ما تغرق وتكتشف مكان السمكه فين. وهناك بيشوفوا حفره عميقه جدا تحت سطح الميه، فبيروح احد السلايم علشان يكتشف الحفره دي، بس اول ما بينزلوا فيها بيطلعوا يجروا على طول ويهربوا منها، وبيحذروا يوجي وبيقولوا له طلعنا بسرعه لان السمكه بتكون ظهرت وبتجري وراهم. بس يوجي على طول بيستخدم شبكه السلايم اللي هو صنعها علشان يطلع السمكه بره الميه، لكنها بتكون ضخمه جدا وبتقدر تفك الشبكه وتحرر نفسها، فبيستخدم يوجي عليها تعويذه التجميد، وبيفتكروا كلهم وبيفرحوا انهم خلاص قتلوا السمكه، بس السمكه بتقدر تكسر الجليد وتهاجمهم تاني، وساعتها يوجي بيستخدم تعويذه النار وبيحولها لسمكه مشويه حرفيا. وبيعدي يوجي النهر هو والسلايم والذئب بتاعه، وبيشوفوا التنانين حوالين البركان الخامل ده. بيخاف السلايم بتاع يوجي من مواجهه التنانين وبيترعبوا منهم، علشان امهم وهم صغيرين كانت بتحكي لهم قد ايه قوه التنانين دي بتكون مخيفه. فبيستغرب يوجي جدا لانه اول مره يعرف ان السلايم اللي معاه ده اصلا هو ليه وهنا السلايم بيرفض انه يقاتل التنانين دي مع يوجي، فبيقرر يوجي انه هو اللي هيقاتلهم لوحده. اول ما بيشوف يوجي تنين قدامه بيستخدم عليه تعويذه الميه، وبيكتشف فعلا ان كلام السكرتيره صح. بيموت على طول التنين قدامه وبتظهر منه بلوره حمراء، ودي البلوره اللي بيكون كلموا عليها جايجل انه محتاجها. اول ما بيشوف السلايم بتاع يوجي ان التنين مات قدامهم بترجع ثقتهم بنفسهم وبيوجي علشان يقدروا يقاتلوا مع التنانين دي، وبالفعل بيساعدوه، وبيقدر يوجي انه ينقل لهم تعويذه الميه وبيقدروا يتغلبوا على كل التنانين اللي في البركان ده. بس فجاه بيظهر قدامهم التنين الازرق، وبيكون واضح عليه انه اقوى من كل التنانين الحمراء اللي قدروا يقتلوها في ثواني دي. فبيطلب يوجي الكميه كبيره من السلايم اللي معاه انه يتحاوط التنين ده من الجبل اللي هو فيه، وفعلا بيطلع عليه وبينقل لهم تعويذه الميه وبيبداوا يهجموا عليه، بس كل الميه دي ما بتاثرش فيه وبتكون مش كافيه انها تقتل التنين ده. فبيستعمل يوجي تعويذه التلج علشان يجمد التنين، بس برضه بيقدر التنين انه يكسر التلج بتاعه ويحرر نفسه. فبيأمر يوجي كل السلايم اللي معاه انهم يجتمعوا في مكان واحد، وبينقل ليهم تعويذه التجميد اللي هي بتكون اقوى نوع من التعويذه دي علشان يقدر يدمر التنين ده، وبتتشكل بلوره ضخمه جدا حوالين التنين علشان تجمده. بس مع ذلك بيقدر التنين ده انه يدوب الجليد اللي هو بناه عليه، واللي هو بيكون اقوى تعويذه عنده علشان هو كان جسمه حران جدا. بس اول ما بيحرر نفسه بتخور قواه على طول لانه بيكون بذل مجهود كبير، وبيسقط التنين على الارض وبيموت، وبتخرج منه بلوره، وبيمسكها يوجي وبيقول ان البلوره دي اكيد هتديهم قوه كبيره جدا. فبيقرر يوجي هنا ان هو يقتل كل التنانين اللي بتكون موجوده في البركان ده حرفيا، وبيضيع اليوم كله وهو عمال ينقل للسلايم بتاعه تعويذ الميه وبيقتل في التنانين علشان يجمع البلورات علشان يقدر يصنع دروع قويه. وفي اخر اليوم بيروح للنقابه وبيقدم للسكرتيره كل المهمات اللي انجزها، وبتكون السكرتيره مصدومه لانه قدر لوحده مجرد مروض وحوش عادي ان هو يأدي كل المهمات دي في يوم واحد. بتكون مصدومه طبعا انه قتل 202 تنين وقتل كمان سمكه البيرانه الوحشيه، وبتشكره على مجهوده. بيصحح هنا يوجي للسكرتيره دي معلومه وبيقول لها ان سمكه البيرانه اللي انا قتلتها كانت عايشه تحت سطح الميه مش عايشه فوق السطح، والمعلومه اللي انت قلتيها كانت غلط. فبتشكره وبتقول له خلاص انا هعدل المعلومه دي وهبعت لكل القرى اللي حواليا انها تعدل المعلومه دي. بعدها بيروح يوجي لورشه جايجل الحداد وبيساله لو لسه فاتح ولا لا، وبيتصدم جايجل والمساعد بتاعه لما يشوف يوجي ان هو رجع في نفس اليوم بالليل، وبيكون قدر فعلا ان هو يجمع كميه مجوهرات كبيره جدا. بس جايجل بيكون مصدوم جدا لما يشوف البلوره الزرقاء اللي بتكون مع يوجي، وبيستغرب وبيقول ازاي قدرت فعلا تقتل تنين ازرق لوحدك. بيقول جايجل ليوجي انك اقوى مما كنت اتصور، وبالفعل بسبب الجوهره دي هقدر اصنع افضل درع واقوى درع للذئب بتاعك. بس بيصدمه يوجي اكتر هنا لما بيطلع له جوهره تانية لتنين ازرق تاني، وبيقول له اصنع بالجوهره دي بقى دروع للسلايم بتاعي. جايجل طبعا اول ما بيشوف الجوهره التانية بيحس نفسه ان هو واقف قدام اسطوره. بعدها يوجي بيصدمه اكتر وبيطلب من السلايم اللي معاه انه يطلع مئات من البلورات الحمراء، ودي بتكون الصدمه المليون لجايجل بسبب يوجي. وبيمسك جايجل البلورات الحمراء وبيبدا يركز فيها، وبيقول له مش معقول مستحيل البلورات دي بتكون نقيه جدا، ونقيه فعلا. وبيقول له بسبب البلورات دي انا هقدر اصنع اقوى وحوش انا ممكن اصنعها في التاريخ. بيقول يوجي لجايجل انا معتمد عليك، وبيقول هنا جايجل للمساعد بتاعه افتح يا ابن الفرن علشان نبدا في صنع الدروع دي، وبيكون متحمس جدا. يوجي برضه بيكون متحمس جدا لانه نفسه يشوف الحداد ده هيصنع ايه بالمجوهرات دي. وتاني يوم بيصحى بيلاقي الحداد صنع له دروع للسلايم بتاعه وللذئب، وبتكون دروع قويه جدا جدا، ويوجي بيتفاجئ منها. فبيبدا السلايم والذئب يجربوا الدروع دي. بيطلع يجري الذئب وبيلاحظ يوجي وكل الموجودين معاه ان سرعه الذئب تضاعفت يعني 100 مره زياده عن السرعه العاديه، وحتى السلايم برضه بتكون حركته ازدادت وبقت مرنه اكتر وسريعه اكتر. فبيفرح يوجي جدا وبيقول لجايجل طيب الدروع دي هتقدر تستحمل السحر ولا لا ولا هتتدمر؟ فبيقول له جايجل لو عايز تختبر قوتها ومدى قدره تحملها ابدا في ده.
ده. فبيتحكم يوجي هنا في قوة الذئب السحرية وبيزيد سرعته اضعاف مضاعفة علشان يشوف الدروع دي هتتحمل ولا لا. وفعلا بعد ما بيحصل ده بيلاقي يوجي ان الدرع ده استحمل القوة السحرية المرعبة بتاعته. جايجل هنا بيقول ليوجي ما تتسرعش في الاختبار، لسه في حاجة لازم تعملها علشان تتأكد من قوة الدروع دي. بيعرف يوجي هنا ان جايجل مش مجرد حداد عادي، وبيعرف انه محترف وخبير جدا، وبيفهم ان قصد جايجل على نقل التعويذات للوحوش بتاعته. فبينقل يوجي هنا للسلايم بتاعه تعويذة الجليد، وبيتصدموا كلهم لما يشوفوا كمية الجليد اللي ظهرت من السلايم ده. وبيعرف يوجي في الوقت ده ان الجليد ده بيضاعف قوة السلايم 10 مرات اكتر. طبعا جايجل لما بيشوف قوة يوجي والوحوش اللي معاه بيكون مصدوم جدا، ويوجي بيقول له احتفظ بالكلام اللي انت شفته ده معايا كسر وما تقولش لحد على قوتنا. بس هنا بتكون في مشكلة بعدها، لان جايجل بيلاحظ ان الدروع دي ما هتكونش قوية كفاية بالنسبة للوحوش اللي مع يوجي، لان القوة السحرية بتاعته قوية جدا وممكن تدمرها في اي وقت. جايجل بيقول ليوجي دي اقصى حاجة انا اقدر اصنعها بالمواد اللي انت بعتها لي او جبتها لي. فبيقول له يوجي يعني انت قصدك انك تقدر تصنع حاجة اقوى من كده؟ فبيقول له جايجل ايوه، بس علشان اقدر اصنع حاجة اقوى من كده هنحتاج بلور التنين النار. بس المشكلة ان مفيش نقطة ضعف للتنين ده، لان التنين ده بيكون عايش في الحمم البركانية حرفيا، ما بيظهرش غير كل مدة، وحتى لو ظهر مفيش حد بيقدر يجرؤ ان هو يروح ويواجه التنين ده لانه عارف هيكون مصيره ايه. فبيسأل يوجي هنا نفسه بيفكر وبيقول يا ترى لو طلعنا التنين ده من البركان هل حالة البركان هتتغير من الخمول للنشاط؟ يعني هتحصل مشكلة كبيرة جدا. وبس يا صاحبي هنقف لحد هنا في قصة يوجي، واستنوا الجزء الجديد من القصة دي. وشكرا لكم جدا على الدعم، حط لايك للفيديو واشترك في القناة، وشكرا لكم على المشاهدة وسلام.